لست صالحًا بما يكفي لكنني أخاف الله، لم يكن الحظ معي يومًا بل كان الله معي. لعلها مسألة وقت وهي عند الله قد قضيت. الله لا يغسل عبدًا بكى واشتكى ثم حنى رأسه ودعا. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا هذا الفيديو أول فيديو لإلي ببيتي الجديد. حبيت هيك أبدأ بتنظيف هيك عميق للكنب بما إنه الدنيا جاي على عيد. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. أول إشي رح رطب الطقم هيك بمي حلوة، بعدين رح طبخه بهذا البخاخ اسمه BH معروف هون عنا بسوريا. بعدها رح أعمل هيك فركة هيك شوي قوية للطقم بهي الليفة. ما بحب استخدم فرشاية السجاد أو فرشاية خشنة مشان عندي وش الطقم ما كتير يتعب أو هيك ينهرب بسرعة. بعد ما ليفته كتير منيح رح أحاول أسحب المي الوسخة بهي الكبشاية بهي الطريقة مشان هيك يتم هيك الطقم عندي عم بيلمع. هلا رح تشوفوا كمية المي الوسخة رح تطلع منه. بعدها رح أجيب هي الشقفة رح أحط عليها غطا وأدعكه كمان منيح لحتى تنشف وتطلع المي العكرة منه. رح تم هيك عم أدعك 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 لحتى أتأكد إنه الطقم هيك يعني راحت منه رطوبة وشوي نشف. أنا بلاقي هاي الطريقة أسرع وأنظف طريقة عندي بتنظيف هيك العفش. ليك قديش هيك نظف الطقم ورجع جديد هي المي الوسخة طلعت منه. وبعدين لقيت عندي ربطة خبز هيك بايتة، حبيت اقصها مكعبات صغيرة ويبسها وخليها هيك لأكلات تسقية الفتوش لهالقصص هدول. هلا لحطها على الشباك مشان تبس. هي طلعت بيتي ومدرسة مواجهة في هذا الجبل. هذا الجبل كتير بخوفني. الولاد أول ما بيطلعوا من المدرسة فدغري بيطلعوا لفوق على هي التلة شايفينها، فلازمها والله هيك حل. بتصير يعني الولاد عاملين هيك زحليطة بيطلعوا لفوق فوق وبينزلوا لتحت، فكتير بتخوف كتير بلاقيها خطرة. بعدها منا ماما دقتلي وقاعدة جاي تسهر عندي فحبيت هيك أعمل أكلة كيك بحط فنجان القهوة. خفت قلب الكيك وحطيته بالفرن. بعدها لأعمل صوص الشوكولا حطيت كاسة حليب و3 معالق سكر 3 معالق كاكاو. بعد ما هسه شوي رح يبلش يغلي رح أضيف عليه 100 جرام شوكولا النوع اللي انتو بتفضلوه بتحبوه، يعني يفضل يكون نوع شوكولا ونوع كاكاو طيب انتو بتحبوه مجربينه عشان يطلع عندكم صوص الشوكولا نكهته طيبة. هلا أول ما بيغلي الخليط رح دوب الشوكولا ورح أضيف عليهم 150 جرام تقريبا بسكوت سادة. رح أحركهم كتير منيح لحتى هيك البسكوت يدوب، بس هون رح أكون يعني مطفية النار. أنا بس بدي أخلي البسكوت يدشدش وهيك يدوب. بعدها رح أعملهم ضربة بالبلندر لحتى هيك الشوكولاتة تصير روح واحدة وتصير هيك ناعمة بهي الطريقة. اعتمدوها كتير طيبة كتير هيك لذيذة، يعني أطيب طريقة لصوص الشوكولا عملتها بحياتي وإن شاء الله رح أعتمدها. هلا لورجيكم القوام. هلا هون أنا عندي لسه الصوص سخن، رح أزيد عليه باقي الكمية اللي بقيت عندي بس يبرد يعني الصوص تبع الشوكولا كمان رح تتقل أكتر وأكتر رح تصير تقطع معنا قطع. وهلأ هيك صوص الشوكولاتة صار عنا جاهز وهيك القوام معي. ولهون بكون خلص الفيديو تبعنا. بشوفكم بخير. باي باي.